المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: كلية حمال مالو الزراعية تخرج دفعة جديدة من طلابها. مؤسسة الغلال والمواشي تقدم خدمات الحراثة بأسعار مدعومة في مديرية مرقي. ومكتب المراجع العام ينظم دورات تدريبية للمدققين الداخليين. إيران تتعرض لغارات وترد بقصف أهداف أمريكية في المنطقة. اتفاق تاريخي يطوي صفحة التوترات الحدودية بين إسبانيا وجبل طارق. وأمريكا تفرض رسوما جمركية ب 25% على معظم واردات البرازيل. أهلا بكم مشاهدينا. احتفلت كلية حمل مال الزراعية اليوم للمرة 19 بتخريج 375 طالبا، من بينهم أطباء بيطريون. ومن بين الخريجين في 7 مجالات هي علوم المحاصيل وعلم الحيوان وصحة النبات وعلوم الخضروات والفواكه والطب البيطري والموارد الأرضية والبيئية وتكنولوجيا الغذاء. حصل 20 طالبا على درجة الدكتوراه، و174 طالبا على درجة البكالوريوس، و181 طالبا على درجة الدبلوم. وقال عميد الكلية البروفيسور ولد أملاخ الريان أن حفل التخرج هذا العام يشهد للمرة الأولى بعد سنوات من العمل الجاد والتفاني تخريج 20 طبيبا، من بينهم 7 فتيات في مجال الطب البيطري، وأعرب عن اعتقاده الراسخ بأنهم سيساهمون في هذا المجال. وخلال كلمته في المناسبة أكد ضيف الشرف وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبر سلاسي بأن الحكومة تضع ضمان الأمن الغذائي في أولوياتها، وأعرب عن تمنياته أن يبذل الخريجون قصارى جهدهم لتطوير الأنشطة الزراعية مستفيدين من خبراتهم العملية. وتعهد ممثل الخريجين برد الجميل لشعبهم ووطنهم عبر العمل الدؤوب. وفي الختام تم توزيع الميداليات على الطلاب المتفوقين. وقد خرجت كلية حمل مالو الزراعية حتى الآن 7166 طالبا في شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. تقدم مؤسسة الغلال والمواشي خدمات حراسة الأراضي الزراعية في مديرية ملقي بواسطة الجرارات الزراعية التي خصصتها للمديرية، تقدمها بأسعار مناسبة بهدف دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي. وأوضح مختص تنمية البذور السيد برخت نطرآب أن خطة الموسم الزراعي الحالي تستهدف تنفيذ عمليات الحراثة في مساحة تبلغ 200 هكتار بمديرية ملقي، و550 هكتارا في دنب طرر، و700 هكتار في فولينا، بإجمالي 1450 هكتارا، مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج يسير بوتيرة جيدة. وأضاف أن البرنامج يحقق تقدما بفضل التعاون الوثيق بين المزارعين وأعضاء مؤسسة الغلال والمواشي، مؤكدا أن الجرارات الزراعية المخصصة للمشروع أسهمت بصورة فاعلة في تسريع عمليات الحراثة، رغم أن عددها لا يزال أقل من الاحتياجات الفعلية مقارنة باتساع الرقعة الزراعية، داعين إلى زيادة عددها خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد. من جانبهم أكد المزارعون وأعضاء مؤسسة الغلال والمواشي أن خدمات الحراثة التي تقدمها المؤسسة أسهمت بشكل كبير في تسهيل العمليات الزراعية ورفع كفاءتها، معربين عن تطلعهم إلى توسيع نطاق هذه الخدمات بما يدعم زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. نظم مكتب المراجع العام بالتعاون مع وزارة المالية والتنمية الوطنية دورات تدريبية ل 75 مدققا داخليا، من بينهم 23 امرأة من وزارة الدفاع ومؤسسات حكومية أخرى. وشملت الدورة التدريبية التي عقدت على فترتين مفاهيم الرقابة الداخلية العامة وأخلاقيات المدقق الداخلي، والتخطيط السنوي للرقابة الداخلية القائم على المخاطر، وإعداد التقارير السليمة للرقابة الداخلية، وتنفيذ الميزانية، ونظام المحاسبة العامة، ونظام المشتريات، وإدارة الأصول
العامة والمفاهيم الأساسية للمحاسبة العامة المتكاملة الجديدة. وفي كلمته خلال حفل الختام الذي أقيم في 16 من يوليو الجاري، صرح المراجع العام جبر إكزابيهير جبرمتين بأن التدريب يهدف إلى تزويد قسم التدقيق الداخلي بالمهارات والمعارف اللازمة لضمان إدارة مالية وأصول فعالة وكفؤة للمؤسسة. وأكد ممثل المتدربين أنهم وجدوا التدريب وثيق الصلة بعملهم ومفيدا للغاية. وقال رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الإريترية الجنرال فيليبوس والجوهانيس أنه من الضروري تنظيم تدريبات مستمرة لضمان إجراء تدقيق داخلي كفؤ. عقد في مديرية حقات تقييم في 14 من يوليو الجاري لمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انتشار المؤسسات الصحية ورفع كفاءتها بما يضمن تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وشارك في التقييم مسؤولو الخدمات الصحية على مستوى الإقليم والمديرية إلى جانب إدارات الضواحي ورجال الدين. تم فيه استعراض الإنجازات والتحديات التي واجهت القطاع الصحي خلال عام 2026 ومناقشة السبل الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية. كما تناولت الحلقة الآثار الجانبية للأدوية والأمراض الأكثر انتشارا وأسبابها ونتائجها والمشكلات القائمة في المؤسسات الصحية والحلول المقترحة لمعالجتها، إضافة إلى دور المعدات والأجهزة الحديثة في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية الممرض جبر مسقل جبر هوات أن الحملات التوعوية المكثفة أسهمت في الحد من انتشار الأمراض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة بالملاريا انخفض إلى أقل من 1%، فيما بلغت نسبة التغطية بالتحصين 100%، ووصلت نسبة الاستفادة من برامج النظافة البيئية المجتمعية إلى 89%. من جانبه أكد مسؤول الإدارة والمالية بفرع الصحة في إقليم عنسبة السيد زكرياس عقبة سلاسي أن المبادرات المجتمعية أسهمت في دعم البرامج الصحية، معربا عن تقديره للدور الذي يطلع به المواطنون في تطوير المؤسسات الصحية. وقدم المشاركون عددا من المقترحات والتوصيات، من بينها إيجاد حلول لمشكلة مياه الشرب النقية في المؤسسات الصحية وإنشاء أسوار للمرافق التي تفتقر إليها، والإسراع في استكمال مشروع قسم انتظار الحوامل الجاري إنشاؤه في مستشفى حقات المجتمعي. وفي كلمته الختامية شدد مدير مديرية حقات إدريس محمد حمد على أهمية ضمان استمرارية المبادرات الرامية إلى توسيع الخدمات الصحية وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية. يذكر أن مديرية حقات تضم حاليا مستشفى مجتمعيا واحدا و6 مراكز صحية ووحدتين صحيتين تقدم خدماتها للسكان. أظهر تقييم لتنفيذ البرامج التعليمية بمديرية الدقة معرية أن المشاركة المجتمعية شهدت تقدما ملحوظا خلال العام الدراسي 2025-2026 وأسهمت بشكل فاعل في دعم وتطوير العملية التعليمية. وأوضح التقرير أن عدد مؤسسات التعليم قبل التعليم التمهيدي ارتفع من 25 إلى 40 مؤسسة بفضل مساهمة المجتمع، فيما تجاوز عدد الأطفال الملتحقين بها 2700 طفل. كما بلغت قيمة الدعم العيني والمادي الذي قدمته المجتمعات المحلية للمدارس على مستوى اللجان المجتمعية نحو 1.5 مليون نغفة. وشهدت المناسبة تكريم عدد من المعلمين المتميزين تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم في الارتقاء بالعملية التعليمية. وأكد مسؤول فرع وزارة التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزكي كداني أن الدعم الذي قدمه المعلمون والمجتمع كان له دور بارز في تحقيق هذه النتائج، مشيرا إلى أن تكريم المعلمين المتميزين يعزز روح التنافس الإيجابي ويدفع نحو بذل المزيد من الجهود للارتقاء بجودة التعليم. وفي ختام التقييم أوصى المشاركون بالعمل على معالجة النقص في أعداد المعلمين وتوفير الكتب المدرسية والمقاعد الدراسية، إلى جانب تنظيم برنامج تدريبي متخصص يسهم في رفع كفاءة المعلمين وتطوير قدراتهم المهنية. مشاهدينا، نشرتنا تواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. شنت الولايات المتحدة موجتين من الهجمات على الدفاعات ومواقع الصواريخ الإيرانية الساحلية بعد أن عادت فرض الحصار البحري على موانئ الجمهورية الإسلامية
وردت إيران باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في الدول المجاورة فيما وصفتها بحرب بقاء مع الولايات المتحدة. وجاء ذلك التصعيد بعد أيام من انهيار هدنة هشة، مما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة، مع تهديد إيران مجددا بتعطيل المزيد من صادرات الطاقة الإقليمية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش استهدف أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى الإيرانية، ثم شن موجة ثانية من الضربات على مدن عدة بعد 9 ساعات. وذكر الحرس الثوري الإيراني أنه قصف أهدافا عسكرية أمريكية في المنطقة، منها مواقع في البحرين والكويت والأردن. أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس أن الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن تنظيم وضع جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد لا يغير موقف مدريد من مطالبتها بالسيادة على الإقليم. وسيصبح التنقل اليومي لآلاف العمال الإسبان والبريطانيين أكثر سهولة مع دخول اتفاق لحرية الحركة بين جيب جبل طارق البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ الأربعاء بعد سنوات من الطوابير الطويلة والانتظار المرهق عند الحدود. ووقع الاتفاق في بروكسل برعاية المفوضية الأوروبية بعد 6 سنوات من خروج المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي، ويتيح رفع القيود المفروضة على التنقل بين جبل طارق وإسبانيا. وجاء الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الصعبة عقبت التوتر بين لندن وبروكسل إثر البريكست أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أعلن الممثل التجاري الأمريكي أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات القادمة من البرازيل. وبررت واشنطن هذا القرار بقيام البرازيل بممارسات تجارية غير عادلة، وقد وصفت البرازيل القرار الأمريكي بغير المبرر وتوعدت بالرد. وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنه خلص بعد تحقيق استمر عاما كاملا إلى أن البرازيل تقوم بمجموعة من الممارسات التجارية غير العادلة، بما في ذلك اعتماد نظام مدفوعات فورية برازيلي أو نظام بيكس، والتساهل في تطبيق قوانين مكافحة الفساد وإزالة الغابات بشكل غير قانوني. وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير في بيان أن فرض الرسوم الجديدة على البرازيل إجراء ضروري لضمان تنافس العمال والشركات الأمريكية على قدم المساواة. دخلت اتفاقية التجارة الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة حيز التنفيذ لتخفض الرسوم الجمركية على آلاف السلع وتوسع نطاق وصول شركات الخدمات والمهنيين إلى أسواق البلدين. وتمنح الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين البلدين المصدرين الهنود إمكانية الوصول الفوري إلى معظم بنود التعريف الجمركية البريطانية من دون رسوم، بما يوفر دفعة لقطاعات كثيفة العمالة، من بينها المنسوجات والجلود والأحذية والمنتجات البحرية والأحجار الكريمة والمجوهرات والأغذية المصنعة، وفقا لرويترز. في المقابل تتيح الاتفاقية لبريطانيا وصولا أوسع إلى أحد أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم من خلال تخفيضات جمركية تدريجية وحصص استيراد لقطاعات مثل السيارات، بالإضافة إلى فرص جديدة في مجالات المشتريات الحكومية والخدمات المالية والتعليم والتأمين والخدمات المهنية. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. كلية حمامان الزراعية تخرج دفعة من طلابها. مؤسسة القلال والمواشي تقدم خدمات الحراثة بأسعار مدعومة في مديرية ملقي. مكتب المراجعة العام ينظم دورات تدريبية للمدققين الداخليين.
إيران تتعرض لغارات وترد بقصف أهداف أمريكية في المنطقة. اتفاق تاريخي يطوي صفحة التوترات الحدودية بين إسبانيا وجبل طارق. وأمريكا تفرض رسوما جمركية ب 25% على معظم واردات البرازيل. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.